استثنائية للاعب استثنائي. ليونيل ميسي ملأ الدنيا وشغل الناس، رسم صورة مميزة للاعب يتقن مداعبة الكرة كما يتقن كسب عشاق جدد، كل هذا بفضل لمسات ليو الساحر الصغير. في سن مبكرة بدأ ليو يداعب كرة القدم، وفي سن مبكرة أتقن فنونها وطوعها لخدمته. ليو برشلونة يختلف حتما عن ميسي الأرجنتين. الألقاب تروي لنا الكثير عن الأسطورة، ولن تروي عطش ميسي سوى تتويجات جديدة تضاف للقديمة. 5 ألقاب في الدوري الإسباني، الليغا خضعت لإرادته، و3 ألقاب في الشامبيونز ليج. فرق أوروبا انهارت أمام أهدافه، فرق لم تجد حلا ولا سرا تفك به شفرة الساحر ميسي، وفرق أخرى عجزت وتجمدت حصونها أمام فكر وفاعلية الساحر أمام المرمى. ليو البارسا يختلف حتما عن النسخة المزيفة مع كتيبة الأرجنتين. في برشلونة تعلم فنون الكرة وترك بصمات استعدنا معها لمسات مارادونا، وهنا تحدث البعض عن خليفة جديدة للمارد الأرجنتيني، وأكد آخرون أن ميسي لن يكون الخليفة فقط، بل أنه سيقدم ما لم يقدمه دييغو، وسيسجل أهدافا لم يسجلها مارادونا، ولكن التاريخ لا يعترف إلا بالألقاب والتتويجات، تتويجات وإنجازات حققها ميسي مع البلوغرانا وعجز عن تكرارها مع المنتخب الأرجنتيني. ميسي البارسا فاز بكل شيء، بالكرة الذهبية، بالحذاء الذهبي، بالشامبيونز ليج وكأس العالم للأندية، والسرد يطول ولا ينتهي، فحدث ولا حرج، كل شيء يبرق ويشع ذهبا. أما مع كتيبة التانغو فالصورة تختلف حتما. ميسي الأرجنتين اختلف عن ميسي لاماسيا، فمع الأرجنتين عجز عن تحقيق الكثير، كأس العالم للشباب تحت سن 20 والميدالية الذهبية الأولمبية سنة 2008. ميسي الأرجنتين لم يترك الأثر الكبير كما فعل مع البارسا، وهنا تحدث البعض عن طبيعة لعب منتخب التانغو وغياب المساندة الكاملة لميسي أمام المرمى بالرغم من قيمة لاعب المنتخب الأرجنتيني، وتحدث آخرون عن زئبق يحرك أقدام ميسي مع البارسا عنوانه المرمى. ميسي الأسطورة كتب أسطرا قليلة في كتاب الإبداع مع البارسا، ولا زال في الصفحة الأولى، صفحة لم يظهر فيها عنوان بالبنط العريض يشير للمنتخب الأرجنتيني، وقد يكون القادم أحلى في الكوبا أمريكا، صحبة التانغو.